السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ آمم، طبعًا أنا مش طالع أتكلّم في حاجة جديدة خالص، ولكن هاتكلّم في نقطتين بساط جدًا، 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 على كلام اللي حصل والجريدة السويسرية اللي طلعت اتكلّمت على الموقف المُخزي اللي حصل مارسيل كولر بعد ماتش امبارح وهزيمة النادي الأهلي قدّام صن داونز وخروجه من دوري أبطال أفريقيا، وقالت إن الكلام ده إحنا عمرنا ما شُفناه أو عمرنا ما توقعناه. إن مدرب المفروض كان يتبني له تمثال خارج استاد القاهرة إن هو يُقذف بالزجاجات. طبعًا ده موقف مش حلو وأنا كنت اتكلمت وعملت فيديو عنه مش حلو. لكن في الأوقات دي باحب إن أنا أطلع أتكلم على الحقيقة، وأطلع أتكلم على حاجات كتير جدًا ممكن ما كانش في ناس كتير هتتكلم فيها أو ما بتحبش تتكلم فيها، ولكن أنا ما عنديش أي حسابات لأي شخص ولا أي حاجة، باحترم الجميع، ولكن في النهاية أنا يهمني مصلحة النادي الأهلي. المسؤول الأول والأساسي عن اللي وصل له النادي الأهلي هو إدارة النادي الأهلي. لو في حد يتحمل المسؤولية هتكون إدارة النادي الأهلي أولًا وأخيرًا. وأنا مش هاخد كتير من كلام حد، ولكن هاخد من كلام المحترم الخلوق الكابتن خالد بيومي لمّا قال إن هو من شهور ومن وقت من فترة كان على إدارة النادي الأهلي إن هي تقوم بإقالة مارسيل كولر وشكره على ما أنجزه مع النادي الأهلي، ولكن هي ما رضيتش إن هي تقيل مارسيل كولر، بل بالعكس دعمته وجابت له لعيبة، حين في لعيبة كتير هو ما كانش عايزها زي أشرف بن شرقي، بدأ يهمِّش لعيبة زي علي معلول، زي محمد مجدي قفشة، زي حسين الشحات ولاعيبة كتير جدًا. كمان كان سبب في خروج لعيبة زي أليو ديانج، وخروج لعيبة زي أحمد عبد القادر وحمدي فتحي وغيرهم كتير. فكان يجب على إدارة النادي الأهلي إن هي تشكر مارسيل كولر وتقول له شكرًا، أنت كده تمام، إحنا مش هنقدر نكمّل مع بعض أكتر من كده، ولكن إدارة النادي الأهلي خافت إن هي تعمل الكلام ده علشان خاطر الشرط الجزائي. فقبل ما نلوم كولر يجب اللوم بتاع إدارة النادي الأهلي، اللي هي كانت السبب قبل كده إن هي راحت جابت واحد زي سواريش وفشل مع النادي الأهلي، ودلوقتي كانت هي السبب في الإخفاق اللي حصل مع مارسيل كولر، وطبعًا مارسيل كولر هو اللي هيتحمل النتيجة، وما حدش اتكلم أبدًا على سياسة إدارة النادي الأهلي وإخفاقها في بعض الملفات. ده كان سريعًا اللي حبيت أقوله. أنا باقول بما يرضي الله، أنا اللي يفرق معايا النادي الأهلي فقط، ما يفرقش معايا أي حد تاني، مع احترامي للجميع، ولكن أنا يفرق معايا في الآخر النادي الأهلي. السلام عليكم.